قصة صادمة ما زال صداها مستعرا في المنصات والشارع المصري، فلم يكن يتخيل أحد أن تصل خلافات الجيرة إلى حد لصفحة صحيح مصر يقول بأن العائلة كلها في حالة ذهول ولا تستوعب حتى الآن سبب ما حدث، خاصة أنه لا توجد خلافات سابقة. واحد العائلة مصرية مقيمة بالكويت جات باش تدوز العطلة ديال عيد الأضحى بمصر، ولكن هاد العطلة ما غاديش تدوز بخير وغتحول لواحد الحادثة مأساوية. فاجي نعرفوا شنو وقع عليهم بالضبط. ولكن قبل ما نبداو ما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك في القناة الا كان كيعجبك بحال هذا المحتوى، ويلا نبداو. هاد الأسرة اللي كانت كدوز العطلة بخير كتكون من الزوج حمدان زكي، طبيب بيطري كيعمل في إحدى الشركات الأدوية بالكويت، والزوجة بسمة علي كتعمل كصيدلانية بوزارة الصحة الكويتية، وعندهم 3 ديال الأولاد، ياسين اللي في عمره 11 عام، ونور 9 أعوام، والصغير فيهم أحمد 7 ديال الأعوام. ولكن النهار اللي غتوقع عليهم هاد الحادثة المأساوية كان ياسين سايق الموطور ديالو وجا في واحد السيارة ديال جارهم اللي هو ضابط في الجيش، وتسبب ليها في خدش بسيط. من بعد ياسين غادي يجي عند الاب ديالو ويقول ليه على اشنو وقع. هنا غادي يقرر حمدان يمشي مع الاسره ديالو عند صاحب السياره ويحاول يعتذر ليه ويتكلف بالاصلاح ديالها، ولكن غادي يتفاجئ برد فعل صادم من صاحب السياره اللي ما تقبلش الاعتذار وما تقبلش يتكلفوا بالاصلاح السياره، وانهال عليهم بالشتائم والسبان. وفاش بغات هاد الاسره تمشي بحالها غادي يكون الضابط صاحب السياره مازال معصب وغادي يركب في السياره ديالو ويلاحق الاب والاسره ديالو وغادي يدخل فيهم. هادشي اللي غيتسبب في مأساة كبيره، والنتيجه ديالها غتوفى الام بسمة علي وغيتصاب الاولاد بجروح خطيره. ولكن من بعد ما دار هاد الفعله الشنيعه وهاد الجريمه المأساويه في حق الاسره غادي يمشي الضابط ويسلم راسو للسلطات المصريه في القاهره الجديده، اللي حتى هي بالدور ديالها غادي تحيل لقوات الجيش باش يتولاو التحقيق معاه في هاد الجريمه البشعه. من موراها غادي يتم تحرير محضر وتباشر النيابه العسكريه التحقيقات ديالها، وغادي توجه للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيها، وغتقرر تحبسه احتياطيا على ذمه القضيه، وغادي يتم الاحاله ديالو الى المحكمه العسكريه للجنايات. من بعد ما دارت هادشي النيابه العسكريه غادي تخرج القوات المسلحه في بيان وتصرح على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، وكتقدم خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وإلا كنتي وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك في القناة وشي كومونت تحفيزي، وتقدر تعبر فيه عن الرأي ديالك في القضية. والله يرحم الزوجة ويغفر لها والله يشافي الأولاد، وشكرا على المشاهدة.